يسعد لي صباحكم صبايا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ طمنوني عنكن. صار لي كم يوم ما عم بنزل، والله يعني كتير إنه هيك مشغولة ونحن برات البيت، مشان هيك يعني أبدا وقت ما في عندي. بس اليوم قلت يعني لابد إني أنزل لكم بقى التفاصيل وطمنوني عنكم جميع، وإن شاء الله كلياتكم تكونوا بخير يا رب. خلونا نكسب الصلاة على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عم بسجل لكم وأنا عن جد يعني مرضانة والحمد لله صوتي يمكن بالزور طالع. هي هون انتو شوفتكم يعني قبل الفيديو اللي قبل هاد، كنت عم بجهز جنات السفر وفي عنا رحلة طالعين، وهي طبعا بعد التفاصيل. وهي هيك فطرنا بالسيارة وعم نشرب قهوتنا كمان بالسيارة ونتحلى. طبعا طريق طويل، أنا هيك عم بنزللكن مقاطع منه. وهون وصلنا على كولن وزرنا أكبر جامع بأوروبا. عن جد يا بنات كتير كتير حلو، يعني أنا كل سنة يعني لازم أزوره. كتير بحب إني هيك أروح عليه ونبرك فيه، الأولاد يشوفوا هيك التفاصيل. هلأ الأولاد يعني ابني يروح مع جوزي على الجامع ويعرف صلاة الجمعة الحمد لله وهيك شغلات، بس أنا مشان البنات يعني كتير بحب إني أروح على هيك محلات. وهذا الجامع يعني كل سنة لازم نروح نزوره، كتير كتير حلو. والترتيب يعني هيك تحسسكن بأجواء انكم ببلدكن. وهي عم بفرجيكن قلبه، عم بفرجيكن هلأ شوفوا العالم ما شاء الله. هيك يعني عن جد لما تفوتوا وتشوفوا هالعالم كلها بيركة عم بتصلي وتشوفوا هيك يعني عن جد نفسكن ترتاح وتنشرح كتير. هيك أول ما فتنا توضينا وصلينا، أول شي صلينا ركعتين تحية المسجد وصلينا ودعينا لأهلنا ولأخواننا ولأحبابنا براحة البال وشفاء كل مريض وبتيسير أمر كل مكروب ويفرج على كل متضايق يا رب. قولوا آمين يا بنات. شايفين كيف؟ شوفوا العالم. لسه هي أنا ما حسنت أصور كتير يعني عن جد، يعني لبرا بالحوش البراني يعني الزلم بركت والنسوان، يعني ما ضل ما تم محل. نحن وصلنا قبل بوقت وبركنا بس لحتى انه نشوف لنا قعدة وبالزور لحتى لقينا انا وبناتي وجوزي وابني تحت صلوا هون مع الزلم. تفضوا صلوا، هو كان يوم جمعة، كانت صلاة الجمعة والخطبة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. Değerli kardeşlerim, lütfen saflarınızı sık ve düzgün tutalım. Önümüzdeki boşlukları doldurmadan, saflarımızı tamamlamadan lütfen namaza durmayalım. Dışarıda bekleyen kardeşlerimiz var. Lütfen herkes önündeki boşlukları doldursun hızlıca. Evet, lütfen herkes kendi önünde. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الفلاح، حي على الفلاح. شوفوا ما شاء الله، شوفوا العالم كيف لبرا، شايفين هيك كيف واقفين على الصلاة هلا عم يتحضروا. عن جد يعني مثل ما قلت لكم أجواء كتير حلوة، هيك بالروح شوي بتردنا لما نشوف هيك أجواء. شوفوا كيف أنا صورت لكم هيك حتى أفرجيكم كمان من برا العالم. هي حمودي وماسة عم يلعبوا. أنا صليت قبلهم ونزلت، يعني من خلص أذان صليت ونزلت، لأنه ما حسنت يعني حمودي وماسة كتير هيك صار أصواتهم وهي ما خرج. قمت نزلتهم ونزلت هيك مبركتهم بالحوش، لأنه في نسوان وفي هيك بأرض الجامع. وقلت كمان أصور لكم ياهن من برا هيك كيف عم بيصلوا، وكيف العالم لبرا ما وسعوا يعني من جوا الناس. وأحيانا كنا نجي يكون العالم أكتر من هيك. شوفوا ما أحلى هالمنظر، ما شاء الله. الله يفرج هم كل مكروب ويفك الكرب عن كل متضايق، ويشافي ويعافي كل مريض. شايفين كيف؟ وتحت بالجامع يعني كمان له مثل الأبو ننزل عليه هيك بدرج، فيه مطاعم، فيه كافيه. يعني خلصنا من هون الصلاة وإجا جوزي خلص. هي هون كمان تحت شايفين كيف الأبو كمان العالم، يعني طابقين. وهلأ هون هيك المطاعم، جيت لحتى أطعمي الأولاد لأنه هاي استراحة، يعني نحن عادينا إنه هون نرتاح ونتغدى وبعدين نكمل طريقنا. هون يعني مثل تشيكن وهيك، يعني طبعا كله حلال. وهون مطعم كمان تركي، وفي لحم بعجين، في فطاير، في حلويات، كل شي. هي هون بعد ما قطعت عم بطعمي حمودي تذكرت صور لكم اياها. هاي الوجبة هيك تجي، حتى الشوربة بيحطوا جنبها، وهيك شريحة باذنجان بقلبها لحمة وجنبها رز وسلطة. وهي هيك الأولاد أخدوا بطاطا وتشيكن. شايفين كل الناس أخدت شي. وهي بنتي كمان هيك أخدت كمان وجبة، بس هي هون مع فروج. وأكلنا وكملنا مشوارنا انطلقنا. هلا هون أنا ما صورت لكم كتير على الطريق مشان ما يصير ملل، قلت بس أفرجيكم المكان يلي نحن رايحين عليه. وطبعا انتظروني بفيديوهات أكتر، رح أفرجيكم تفاصيل أكتر، لأنه محل كتير حلو وبنصح يعني فيه كتير كتير كتير، بالأخص للعائلات. يعني هون الولاد يعني ما بيملوا، ما بتحسوا فيهم. هي هون أول شي جينا على البوابة، لازم هون ندخل يعني نسجل دخول مشان السيارة، ودخلنا. هلا هيك أول شي عم نتفتل فيه. ما كنا عم نعرف لسه المحل اللي بدنا ننزل فيه وين. شايفين هي كلها هيك بيوت. شايفين كيف؟ وهي هون كمان بقلبه سوبر ماركت. سوبر ماركت كل شي تلاقوا فيه، يعني إذا كنتوا بدكم تجوا تقضوا كم يوم هون وما طلعتوا لبرا ما بتحتاجوا، يعني كل شي بتشوفوا في قلبه. وهي البيوت على أشكال، يعني في صغار وفي كبار، يعني في للعيال الكبيرة وفي للشخصين وفي للأربعة. عم بفرجيكم يعني وكبيرة كبيرة كتير هي، يعني بتضيع عن جد بالسيارة وضعنا في قلبها، يعني كتير كبيرة. شايفين المناظر ما أحلاها عن جد، للراحة النفسية، لتغيير الجو، للولاد إنه ينبسطوا. يعني كتير حلوة هيك مناطق يلعبوا، يعني ما حدا يحكي معهم. للشوي إنه الواحد يكون أخد معه مشاوي وعدة.
وفيها مسبح صيفي ومسبح شتوي، وفيها مدينة ملاهي كبيرة، وكل شي مدفوع يعني. بس حجزته هذا من ضمن الحجز، عرفتوا. راح اصور لكم كمان الملاهي والمسبح وهيك شي، كله من ضمن الحجز يعني. ما تدفعوا ولا شي جوا لما الولاد يروحوا يلعبوا في الألعاب. نحن طبعا هون حاجزين أنا وبيت أخوي، حجزنا أسبوع. أول يومين أخوي ما كان، حكيت لكم بالفيديو اللي قبل إنه أجر بنته كانت متصوبة ودخلها على المشفى وهيك، والحمد لله هلا وضعها أحسن. ولما أنا عم بسجل لكم الفيديو كانوا جايين بيت أخوي وصلانين، عن جد يعني الفرحة كملت الحمد لله. أي والله. وهيك الله يجمعكم إن شاء الله بكل أحبابكم يا رب. وهلأ هيك رح أترك لكم إنه تشوفوا المنطقة وتشوفوا البيوت وتشوفوا المحل. مثل ما قلت لكم قبل، عن جد كتير حلو. يا بنات يلي مو حاطلي لايك ادخلوا حطوا لي لايك، واللي جديد عم يشوفوا الفيديو كمان اشتركوا بقناتي، رح نزل لكم فيديوهات اكتر بالتفصيل. شوفوا نحن هني درنا كتير، ما عاد عرفنا وين البيت يعني. بس هون اجوا هدول العمال قالوا لنا امشوا ورانا في السيارة ندلكن عليه. يعني نحن كنا داخلين بغير محل، يعني هو بالجنب التاني. شوفوا هلا هيك جينا. هاي بيوت كبيرة، هدول يلي عم بصور لكم اياهم هدول ل8 اشخاص. مساحة البيت 150 متر. شايفين حتى منقل برا حاطيلكن. وهلا هاي كلها هون يلي مسيجة شفتوها. وهلا هون هاي البيوت ل6 اشخاص، هاي 90 متر. هلا كمان بس نوصل يعني بدخلكم بتشوفوا البيت معي، وشوفوا كيف كل شي فيه. شوفوا هلا هون بيت اخوي هذا اللي وراي، هذا بيتنا يلي بركنا فيه. والله يا بنات عم بسجل لكم انا كتير تعبانة يعني، صدري وحلقي يمكن من تغير الجو، وعم نشرب هيك بارد، عرفتوا. مشان هيك هلا هون جينا على البيت. بس طبعا اول ما وصلنا عن جد كانت غصة. وهلا هون هيك صورت لكم هيك اول ما نفوت. والله العظيم فرحة الأولاد هيك إنه جايين وهيك بدهم يغيروا محل وشافوا محل جديد، والله بالدنيا كلها. بس أول يوم يومين مثل ما قلت لكم فرحتنا ما كانت مكتملة، إنه أخي هيك صار مع بنته. بس الحمد لله بعدين يعني الحمد لله إنه أحسن صارت، والدكتور سمح لها تسافر. شوفوا هديك أول غرفة لشخصين، وهون كمان لشخصين، وهذا التواليت. شايفين كيف شرحة وهاي خزانة، وهاي هون الحمام شايفين ما أكبره، وكله صوفاجات. وهاي غرفة، هاي للأم والأب يعني غرفة مجوزة. شوفوا وهذا بيت أخوي وراي هن. وهاي الولاد عم يتقاسموا الغرف، مين بده ينام هون ومين بده ينام هون، وفيها مكنسة كهرباء. شوفوا كيف. هلا بفرجيكم المطبخ، فيه ميكروويف، فيه براد، فيه عدة مطبخ، صحون كاسات، كل شي فيه هون. انا ما جبت شي. شوفوا غاز، الشفاط انه اذا طبختوا او عملتوا شي. شايفين معالق، شواك، سكاكين، كل شي موجود. هاي هيك طناجر ومقلاي. هاي عم بفرجيكم انا. بس في شغلة حلوة لما فتحته شفتها، هلا بفرجيكم اياها معي. جوزي قال لي الحمد لله مشان تنبسطي، هي الجلاي. شايفين كيف. وان شاء الله يا بنات
هيك يعني فيديو اليوم خلص، بس قلت أفرجيكن معي إيش فيه والأغراض والبيت وهيك. بس رح أنزل لكم فيديوهات أكتر بتفصيل أكتر، واللي يحب كمان يعني أعطي العنوان. هون طبعا عم بحكي عن أهل ألمانيا، أهل أوروبا، هي هن حاطينه. وأمانة ما تنسوا تحطوا لي لايك واشتراك بالقناة للجداد، وإن شاء الله يكون هيك فيديو عجبكم. وادعوا لي عن جد، يعني حلقي بصدري كتير عم يجاني، وما هيك قلت يعني لازم صار بقى وقت اني انزل لكم فيديو افرجيكم انه نحن وين رايحين، وافرجيكم المحل يلي رايحين عليه. ماشي بنات، والله يشافي ويعافي كل مريض يا رب. هي هيك المنظر من الخلف، والبيت كله برادي، ما في ابدا كشف، وفي تلفزيون وفي انترنت، يعني شي كتير حلو. وهي وجاه للفرش كلها جديدة. وإن شاء الله هيك أكون وضحت لكم هيك شوي يعني بهالفيديو فكرة عن المكان اللي رايحة عليه. وراح أنزل لكم فيديوهات أكتر. ما تنسوني من اللايك. باي.